اهلا وسهلا بحضراتكم في كاتدرائية القديس مرقس. شرف كبير لينا حضور حضراتكم، شرف كبير لينا كوكبة الضيوف الأعزاء فردا، مش عايز أقول أسماء وأنسى أسماء، لكن أهلا وسهلا بحضراتكم، منورينا ومشرفينا. وأحب أرحب ترحيب خاص بأعضاء المنصة، أهلا وسهلا بحضراتكم. شرف وبركة لينا تكونوا موجودين معانا النهارده، اهلا بيكم. وفرحان جدا يكون معانا الدفعه الخامسه. عارفين ده معناه ايه؟ انه في 4 دفعات تم تخرجها، وده ان دل على شيء يدل على حاجتين. الحاجه الاولانيه المشروع ده كان تعاون ما بين مركز اركان الموجود هنا في الكاتدرائيه وما بين وزارة القوى العاملة، فإن دل على شيء أولاً يدل على تطور الفكر الحكومي وتطور فكر الدولة في التوجه نحو الشباب وإدارة الشباب. ويمكن كنا قبل الحفل بنتكلم في الموضوع ده، والحقيقة الأمل هو في الشباب، وعلى قد ما احنا هندعم شبابنا والجيل اللي طالع ده هيكون بركة كبيرة واستفادة كبيرة لبلدنا الحبيبة مصر. واعتقد بنفس التوجه بتاع سيادة الرئيس انه يدعم الشباب، لانه هو فعلا شايف انه ده المستقبل. الحاجة الثانية يدل على انه هذا التعاون مثمر، لانه لو التعاون مش مثمر في اول مجموعة او في اول دفعة ما كانش امتد للدفعة الثانية، مش كده يا باشمهندس؟ والنهارده بنوصل للدفعة الخامسة، وشايفين الحقيقه خلال 5 دفعات انه مش بس في ناس اتخرجت وعملت شغل خاص بيها، لكن انا كمان مبسوط انه هذا التعاون يصل كمان لاولادنا من الصم. حضراتكم شايفين انه في لغه اشاره النهارده، دي حاجه مفرحه قلبي جدا جدا. الكنيسه الاسقفيه بتهتم جدا بذوي الهمم من الصم مكفوفين، وايضا الامور الاخرى. لكن انا فرحان وعايز ارحب بكم ترحيب شخصي، خلينا نديهم دعم وسقفه كبيره. شكرا. سقفوا كده سقفوا كده. شكرا ليكم، انا بحبكم جدا. شكرا. افتحوا الصباع، ما تقفلوش الصباع. ايوه شكرا لكم. انا اتشرفت بان انا خدمت للصم في الكنيسه لوقت، فانا مبسوط جدا باولادنا من الصم كمان، وده مستقبل كبير. وانت قاعد ورا الشاشه انت مش محتاج غير عقلك، فده نوعيه التقدم ونوعيه الاستثمار في الشباب اللي احنا بنتكلم فيه. اخر حاجه عايز اقول لكم يا جماعه انه النهارده جيل الشباب يبتدي من سن 15 سنه، احنا سنه 2025. يعني الشباب اللي واقف دول انتوا عجزتوا كده صح؟ 2025 يعني جيل الشباب اللي عنده 15 سنه اتولد في 2010. يعني ما يعرفش اي حاجه عن اللي احنا مرينا بيه في 30 سنه ولا قبليها 50 سنه. فمن فضلكم اتكلموا مع الشباب بلغته اللي هو يفهمها. الجيل ده اللي عنده 15 سنة شاف ثورة، شاف تغيير أوضاع في البلد، اتولد لما كان عنده 6 سنين ولا 7 سنين، قعد في البيت عشان كورونا. فالجيل ده دماغه وتفكيره كلها هي الميديا والكمبيوتر. هو ده كان اللي بيقعد يتكلم معاه أثناء ما فيش مدارس وأثناء ما هو ما بيخرجش للشارع. فده جيل لغته ميديا وكمبيوتر. فلو عايزين نتناقش مع هذا الجيل احنا محتاجين نتكلم معاه باللغة اللي يفهمها. عشان كده أنا شايف إنه التدريبات والأمور اللي احنا بنعملها في مركز أركان، ومش مهندس نادر أو أنكل نادر زي ما كل الناس بتقول له، الحقيقة هو ده المفتاح للمستقبل. وانا هسيب الكلام عن مركز اركان للباشمهندس نادر في الوقت اللي هو هيتكلم فيه، لكن بقول لكم احنا البيت مفتوح
والمكان مفتوح، واهلا وسهلا بحضراتكم. شكرا جزيلا.